السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في مطبخ ست الكل. تعالوا نعمل مع بعض كفتة فراخ سهلة جدا، مفيش اسهل من كده. هتعمليها في 10 دقايق وطعمها تحفة. معانا هنا بصلتين وحباية فلفل رومي احمر وحبايتين فلفل اخضر رومي ونص حزمة بقدونس، هنقطعهم كده زي ما احنا شايفين. ومعانا صدرين فرخة مغسولين كويس طبعا ومنشفينهم كويس من المية، هنضيفهم على كل الخضار اللي قطعناه ده. هنضيف معانا ملح، فلفل اسود، حبهان بودر، اهم حاجة معلقة كبيرة بهارات كفتة، وهنضيف كيس فيجيتار ومعلقتين بقسماط، وهنضيف رشة بيكنج باودر. المكونات دي كلها هنفرمها في الكبة مع بعض وهتطلع معانا بالنتيجة دي. مش محتاجة اي حاجة، ممكن نسيبها ترتاح في التلاجة ربع ساعة. وهنشكلها. معايا هنا زيت، هشكلها بالزيت. اهم حاجة هنعملها بالشكل ده، شكلها جميل جدا وهتستوي معاكي بسرعة. هنشكل بقى الكمية كلها وهنشوف هنسويها ازاي، مش هتاخد منك وقت وسهلة وبسيطة جدا. الكمية كلها بعد ما عملت كمية حلوة جدا بسم الله ما شاء الله، من صدرين فرخة بس. بجد جربوها هتعجبكم جدا. هنجيب الجريلا بتاعتنا او الطاسة اي حاجة مش مشكلة، هنضيف مكعب زبدة ومعلقة زيت وهنحط الكفتة بتاعتنا تاخد صدمة. هنسويها على النار ولا فرن ولا اي حاجة زي ما احنا شايفين. بعد ما خدت لون حلو معانا هنضيف ربع كوباية مية وهنغطيها ونهدي عليها. هنسيبها لمدة 10 دقايق تستوي حلو. وهي اتشربت معانا المية دي، المادة الدهنية اللي فيها. بصوا بعد ما طلعناها بسم الله ما شاء الله، على فكرة ما بتاخدش وقت في السوا خالص، نخلي بالنا. وهي بس ربع كوباية مية بس صغيرة، ونهدي عليها من 10 دقايق وهتلاقيها استوت. وبسم الله ما شاء الله جميلة جدا هتعجبكم جدا. ولو اول مرة تشوفونا متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ ست الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.